حرفيا دي اسهل طريقة هتفعل بيها الباي وبعدها مش هتشتكي من موضوع تفعيل الباي. في الفيديو اللي فات شرحت لكم ازاي تطلع بطاقة ريدوت باي وكمان تاخد بونص $5 وازاي تلحق العرض ده وكمان ازاي تاخد البطاقة بأقل سعر عن طريق العرض اللي هم عاملينه في خلال الفترة دي. لكن بعد ما عملت الفيديو ده جات لي اسئلة كتير، هل البطاقة دي بتفعل الباي؟ هل بقدر اسحب عليها؟ فخلينا كده نجرب مع بعض التجربة العملية عشان نشوف مع بعض هل هينفع تفعل بيها الباي وهل حتى لو فعلت بيها الباي هيبقى تفعيل كلي ولا جزئي، وهل بعد كده اقدر اسحب عليها من الباي. يلا بينا نعرف كل التفاصيل في الفيديو السريع ده. زي ما انتم شايفين اول ما دخلت على تطبيق ريدوت باي ده منظر البطاقة بتاعتي. المفروض اخد بقى 16 رقم والرقم السري وتاريخ الانتهاء واروح على طول على الباي عشان احط البيانات دي. بضغط على لينك اكارد او ربط بطاقه بنكيه، بحط ال 16 رقم، طبعا هو كده عرف ان هو فيزا، وبعد كده بحط تاريخ الانتهاء وبعد كده بحط السي في او الرقم السري وبعد كده بعمل لينك الكارد. زي ما انتم شايفين بيقول لي we have confirming your info with visa، يعني هو بيأكد بياناتي مع فيزا. المفروض هنا بيطلب مني ان انا أأكد هويتي يا اما برسالة على رقم موبايلي اللي مربوط بريدوت باي يا اما زي موافقة كده على تطبيق ريدوت باي. وده بيحصل اما بتيجي تشتري اي حاجه بريدوت باي، يا اما بيبعت لك رساله على الرقم اللي انت رابط بيه يا اما يطلب منك ان انت توافق على التطبيق. انا اختار موافق على التطبيق عشان احيانا الرساله ممكن تتاخر والكلام ده كله. اختار موبايل ابلكيشن وبعد كده هختار كونتينيو. زي ما انتم شايفين جالي على تطبيق ريدوت باي ان هل انت تسمح بهذه المعامله، ومكتوب ان التاجر او الميرشنت باي ومكتوب الوقت ومكتوب رقم الخاص. بضغط هنا على ابروف، بيطلب البين كود بتاع الموبايل وبعد كده بضغط على ابروف تاني. زي ما انتم شايفين الفيزا اتأكدت على الباي ومكتوب لي دلوقتي ان انت تقدر تستعمل البطاقة دي للمشتريات. طيب في خطوة تأكيد، انا دلوقتي ربطت. المفروض بقى في اي فيزا عادية بيبقى في خطوة تأكيد ب1.5 انا ربطت بالدولار. الحقيقة انه ما طلبش اي تأكيد للبطاقة، وبالتالي فيزا ريدوت باي قولا واحدا بتربط او بتفعل الباي تفعيل جزئي وليس كلي، وبالتالي ان انت مش هتقدر تستعمل الفيزا دي للسحب عليها، هتقدر بس تستعملها كمشتريات. ودي ميزة لان هي كده الباي بتاعك يعتبر مفعل، لكن طبعا لو انت عايز تسحب عليها مش هينفع. وعلى فكرة يعني بالتجربة العملية زي ما انتم شايفين المعاملة اترفضت بشكل كلي، لكن انا حبيت اوفر عليكم عشان حتى لو قررتوا ان انتوا تخلوها للتحويلات التلقائية الفيزا برضو هتترفض لانه ما اكدش العملية اللي ب1.5 يورو. عموما يعني يا جماعة الباي بيبقى عارف البطاقة الافتراضية اللي بتقبل السحب عليها من البطاقة الحقيقية. اتمنى بكده ان انا اكون رديت على كل اسئلتكم. ربنا يوفقكم جميعا. ده مش اخر كلام على الريدوت باي لاني بصراحة في الفترة دي بجربه وحابب كمان ان انتوا تستفيدوا منه. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.